هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء. مع اقتراب ختام فعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها 25 واقتراب الحفل الختامي، بدأت الترتيبات لهذا الحفل، وأولها كان وصول الشخصية الإسلامية لهذه الدورة فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر بن علي القيم. أما على مسرح المسابقة فقد تنافس 5 من المتسابقين من جيبوتي وتونس وزيمبابوي وليبيريا وباكستان. مشاهدينا دعونا نتابع هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الاسم أويس الصيادي من الجمهورية التونسية. حقيقة أنا فخور جدا لأني موجود هنا ضمن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. أود أن أتقدم بالشكر لأهلي في تونس وأيضا لأساتذتي وكل من ساعدني على الوصول إلى هذا المكان، وأريد أن أشكر شكر خاص المسؤولين عن تنظيم هذه المسابقة في دورتها 25، ولله الحمد كان أدائي جيد في المسابقة. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Assalamu alaikum. My name is Zaid Ismail from Zimbabwe. I just finished my competition. Alhamdulillah, I'm happy with my performance. I would like to thank my parents for helping me throughout the competition. I would also like to thank Mohammed bin Rashid Al Maktoum for organizing the competition and bringing everyone out. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. اسمي محمد باتي بلدي من دولة ليبيريا. فأنا الحمد لله أشكر الله عز وجل بأنه رزقني أن أكون في هذا المكان الطاهر الطيب لأجل القرآن الكريم. وأولا أود أن أشكر والدي ومشايخي وكل الذين قاموا بتأديبي، وكذلك أيضا أشكر اللجنة وأشكر الجائزة. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. حسبك. أنا أحمد كاشة من بلد باكستان. الحمد لله انتهيت من هذه مشاركتي هذه الليل، وأنا أشكر أمي وأبي وأيضا المشايخ، وأيضا أنا أشكر هذا التنظيم المسابقة. إن مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم مناسبة سنوية سعيدة مباركة تخصص للتسابق في مجال القرآن الكريم، وهي معلم بارز في مجال المسابقات القرآنية العالمية، وهي متميزة ضاهت ما قبلها وفاقت كثيرا من المسابقات الأخرى، وتبرز أوجه تميزها من مجالات عدة، فهي متميزة بالمشرف عليها والراعي لها سمو الأمير محمد بن راشد بن مكتوم، جزاه الله خيرا ورعاه الله لرعايته هذه المسابقة الكريمة. وهي مسابقة متميزة بالطاقم الإداري صاحب الخبرة العريقة التي أفادت منها مسابقات كثيرة في أرجاء الأرض، وعلى رأس هذا الطاقم المتميز سعادة المستشار إبراهيم بوملحة، جزاه الله خيرا، وجميع أفراد الطاقم الإداري. والشكر موصول للطاقم الإعلامي المتميز صاحب الخبرة العريقة الإعلامية ذات المصداقية وذا الخبرة الكبيرة في تعميم أخبار المسابقة عبر وسائل الإعلام المتاحة المرئية والمكتوبة والمسموعة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهي أيضا مسابقة متميزة باللجان التي تختبر الطلبة المتسابقين، فهم قد اختيروا من خيرة حفاظ القرآن الكريم وأصحاب الخبرة في تجويده وقراءاته، فجزاهم الله خير الجزاء. وصل إلى مطار دبي الدولي فضيلة الشيخ إبراهيم بن الأخضر بن علي القيم شيخ قراء المدينة المنورة الفائز بجائزة الشخصية الإسلامية للدورة 25 من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم. وكان في استقبال فضيلته في مطار دبي الدولي الدكتور سعيد عبد الله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والأديب الدكتور عارف الشيخ، وعدد من موظفي ومتطوعي الجائزة. رسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا.
الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب هلم بنا. فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب هلم بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. رسول الله معلمنا. تلبية على هذه الدعوة أتيت من أبو ظبي للمشاركة وللاستماع إلى المتسابقين الذين أتوا من دول كثيرة، منها بلدي والمتسابق حسين جامع حسين. أتمنى له كل التوفيق، ونشكر القائمين على هذه المسابقة واستضافتهم لحفظة القرآن من دول شتى. فهذه إن دل على شيء وإنما يدل على حفظ الدولة لكتاب الله. يشرفنا ويكون لنا الشرف في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن نكون أحد رعاة جائزة دبي للقرآن الكريم، إحدى أكبر جوائز مسابقات القرآن الكريم في العالم، ونحن نتشرف بهذه المسؤولية ونكون مساهمين فيها. اليوم عندما نحسب السنوات التي مضت ونصل إلى العام 25 واحتفالا باليوبيل الفضي، ما هو إلا دليل على استمرارية هذه الجائزة ومصداقيتها وقوة المشاركة فيها. اليوم ورغم الجائحة ورغم الظروف عدد المشاركين اليوم فاق 70 دولة. نحن ولله الحمد نفتخر بهذه المسابقة، ونحن لنا الشرف بأن نكون أحد الرعاة والمساهمين فيها. الشكر موصول للجنة المنظمة التي لم تألو جهدا ولم تقصر، اللجنة التحكيم، المشايخ، المتسابقين الذين وصلوا لدولة الإمارات من شتى بقاع العالم. وأولا وأخيرا الشكر لله سبحانه وتعالى لاستمرار هذه الجائزة. تشرفت بحضور الدورة 25 لمسابقة دبي الدولية للقرآن، وهذا شرف كبير، ويعني الحضور في هذه الدورة أول مرة أحضر. هذه نفحات رمضان جمعت يعني خيرة الشباب حافظي القرآن ليتسابقوا في إبراز مهاراتهم في حفظ القرآن وتلاوته. أتمنى للدورة يعني النجاح والتوفيق، وكذلك أتوجه بالشكر لكل المشرفين على هذه الدورة على حسن التنظيم والاستقبال والضيافة. بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف في تعاونية الاتحاد أن نكون من الشركاء الأساسيين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، خاصة في الدورة هذه 25 ولا سيما في هذه الأيام المباركة. ونتقدم جزيل الشكر والتقدير إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لرعايته الكريمة لهذه الجائزة المباركة، والشكر موصول أيضا لجميع القائمين على هذه الجائزة، ونسأل الله القبول. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It is a very good initiative by the government of UAE, Dubai, that you always arrange this kind of Holy Quran competitions. Last year, our Pakistan, the boy was representing Pakistan. This year, Mr. Ahmed is representing Pakistan, and I came from Pakistan government to represent our country, and I'm very happy, very glad with this kind of competition.
معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسوله. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل فعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في هذه الليلة. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة للجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.